السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هقدم لكم طريقتي في تنظيف الممبار بكل تفاصيلها وبطريقة سهلة وبسيطة، وهقول لكم ازاي بيطلع معايا نضيف جدا وزي الفل، وكمان ريحته حلوة قوي. معايا هنا الممبار وانا بشتريه مغلف كده، وبيبقى عليه طبقة من الملح. هو بيبقى نضيف بس انا بحب اعيد عليه زيادة تأكيد. بحطه في طبق، وزي ما انتوا شايفين طبقة الدهن لجوه، فانا هقلبه انضف الطبقة اللي فيها الدهن الاول. بقلب الممبار، بمسك واحدة بالشكل ده وبفتح المية وبمسك الطرفين، والمية هي اللي هتزق الممبار وتخليه ينزل بكل سهولة. هقلب واحدة تانية معاكم، بمسك واحدة بالشكل ده وبفتح المية وبمسك الطرفين، والمية هي اللي هتزق الممبار وتخليه ينزل بكل سهولة. ودي أسهل طريقة ممكن تقلبوا بيها الممبار. بعد ما قلبت الممبار هضيف عليه 4 معالق كبار ملح، ومعلقة كبيرة كربوناتو، ومعلقة كبيرة دقيق، ونص كوباية خل، وعصير ليمون. وهفرك الممبار الأول كويس جدا بالخلطة دي. الخلطة دي بتدوب أي حاجة وحشة بتكون على الممبار وبتخلي ريحته حلوة قوي. وهسيبه منقوع فيها لمدة نص ساعة. هغسل الممبار بعد ما سبته منقوع لمدة نص ساعة في الخل والدقيق والملح والكربوناتو وعصير الليمون، وهقلبه على الناحية التانية، يعني هرجع الطبقة اللي عليها الدهن لجوه. ياريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لايك للفيديو ويشترك في القناة فضلا وليس أمرا، علشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. بعد ما قلبت الممبار اللي عملته في الناحية الأولانية هعمله على الطبقة التانية. هفرك الممبار ب4 معالق كبار ملح
معلقة كبيرة كربوناتو، معلقة كبيرة دقيق، ونص كوباية خل، وعصير ليمون، وهسيبه منقوع في الخلطة دي لمدة ربع ساعة. وما تستغربوش من كمية الخل والملح، علشان تاكلوا ممبار في منتهى الجمال لازم تنضفوه صح وكويس جدا الأول. بعد كده هكحته بظهر السكينة من الناحية الخشنة مش من الناحية الناعمة. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. وهغسل الممبار كويس جدا. وهضيف عليه عصير ليمون، وهسيبه منقوع في الليمون لمدة نص ساعة. هغسل الممبار كويس جدا بالمية من الليمون، وهبدأ أقطعه كله حجم واحد. وبسيب الممبار يتصفى كويس جدا من المية، وبقطع الممبار على حسب الطول اللي أنا عايزاه. بالنسبة لي الطول ده كويس جدا، وباخد أول واحدة قطعتها وبخليها مقاس معايا اللي بقطع عليه باقي الممبار، وبكده الطول كله بيبقى واحد. عايزة تحطيه في اكياس في الفريزر، كل طبقة ممبار في كيس براحتك. يا رب تكون طريقتي في تنظيف الممبار عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.